بتبدأ الحلقة التانية مع صابر المداح بدخول الملك الأحمر جوه المقبرة، وبياخد عصاية عليها راس أفعى، وأول ما بيلمسها بتنور أحمر، ومن الواضح إنها هتكون نقطة القوة ليه هو وبنات إبليس. صابر بيتخانق معاه وبيقوله إيه اللي في إيدك ده؟ أنت لازم ترجعه مكانه. وبيقوله الأحمر ملكش دعوة وامشي من هنا. وهنا صابر بيكتشف إن الأحمر لا هو خواجة ولا هو إنسان أصلا، وبيرد عليه صابر المداح وبيقوله كل اللي هيخرج من هنا شر، لا أنت ولا حد غيرك هيقدر عليه. وهنا بيتحول الأحمر لجن بيأذي صابر، وبيظهر لنا إن غادة عادل وخالد الصاوي انتصروا بحصولهم على العصاية اللي براس أفعى. خالد الصاوي الأحمر شل المداح بإيده. وبكده بتبدأ الحلقة التانية بجزء من الحلقة اللي فاتت بحريق كبير في الفرح، واللي بيكون السبب فيه حمزة عشيق العروسة، والناس كلها بتجري والمداح ما بيلحقش الكارثة، وبنت إبليس بتنفخ وبتفضل تزود في نار الفرح لحد ما بيتفحم تماما. وهنا بنت إبليس والأحمر أول لما بيشوفوا صابر بيطفي الفرح بيستغربوا إزاي عايش بعد كل ده، لأن الأحمر هو اللي تسبب في موته في الجزء اللي فات. وهنا بتيجي أول مواجهة بين صابر وبين الأحمر وبنت إبليس، وهنا المداح بيتحول وبينور عينه أزرق، وببركة ربنا قدر صابر يطفي كل النار اللي في الفرح. طبعا بنت إبليس والأحمر بقوا متضايقين إن صابر بوظ خطتهم، وبيجري صابر بيحاول ينقذ أي حد. بتظهر له بنت إبليس على إنها إنسانة عادية ودكتورة، وبتيجي اللقطة المنتظرة. صابر بيروح لأمه البيت وبتتفاجئ بيه أول ما بتفتح باب الشقة، وبتكون مش مصدقة نفسها ولا حتى قادرة تبص في وش ابنها، وبيقول لها وحشتيني يا أمي. بتقول له أنا قلت إنك عايش محدش صدقني، وبتاخده في حضنها وبتفضل تنادي على كل اللي في البيت. وأخوه بينزل ويقول لها ها يما لقيتي الجثة، وبيتنح أول ما بيشوف أخوه بيقول لها إيه ده لقيتيها؟ صابر بيقول له ازيك يا حسن، يقول لها وكمان بتتكلم ده ليفل عالي قوي يما، بيترعب وبيجري من قدام صابر. طبعا الأحمر بيتجنن أول ما بيوصل بيته وبيقول ازاي عايش لازم يموت، وبنت إبليس بتقوله إنه راجع أقوى من الأول، وبيفضلوا يتكلموا ازاي يقدروا يقتلوه. وبنرجع نلاقي صابر لسه موجود في قنا مع الضحايا، وكده الدنيا ابتدت تتلخبط مع الكل. وبيجي صابر بيكون عاوز يوصل للي حرق الفرح، وبتيجي في دماغه قرية وهران، وبيقول لأخو اللي حرق الفرح أنا عاوز أروح القرية دي. في نفس الوقت بيظهر صابر في بيته مع أمه، وبيقعدوا يتكلموا عن مراته وعن البيت، وأخوه بيفضل يقول له احكي لنا اللي حصل. وصابر فعلا بيفضل يحكي لهم اللي حصل، ويقول لهم إن هو صحي جوه قبر وفضل يصرخ لحد ما بيلاقي راجل وشه منور ويقول له أنا كنت متأكد إنك حي. وطبعا كل ده ما حصلش. أخوه بيفضل يقول له انصرف وبيجري من قدامه. وهنا نظرة صابر لأمه بينت إنه مش صابر المداح الحقيقي. بيظهر عماد من الجن الطيب وبيقول له انت مش مقدر اللي انت عملته، انت طفيت النار في لحظة. صابر اصلا مستغرب من القوة اللي بقت معاه، وبتقول له دي قوة اتوهبت لك ولازم تستغلها. رد صابر وقال لهم لازم انتوا اللي تتصرفوا معايا. قالوا له احنا ما نقدرش نعمل حاجة، بنات ابليس كلهم خرجوا وهيأذوا البلد. بيقولوا له بنات ابليس كلهم خرجوا، وبيسألهم صابر القوة دي هتفضل موجودة معاه ولا لا، وبيعرف ان الاحمر وبنت ابليس اخطر واقوى من اي حد شافه في كل المراحل اللي فاتت. بيتحول الاحمر لانسان عادي وبيروح لام صابر المداح واخوه البيت، وبيخرج صابر اللي مشكوك فيه اصلا وبيسلم على الاحمر في بيته، وبيقول لهم ده الحاج وفيق اللي كان مستنيني قدام الاب. بيخرج صابر والاحمر مع بعض من البيت، وفي نفس الوقت بنلاقي صابر وصل لقرية وهران، الناس كلها لابسه كمامات والكل بيقفل الباب في وش صابر، وصابر بيفضل مكمل في طريقه لحد ما بيظهر له واحد اسمه فخري، وصابر بيعرفه على طول ويقول له في ناس كتير حلمت بيك انك جاي تطفي الحريق. بيستغرب صابر من الكلام ويقول له البلد ليه فاضيه، بيعرف ان كل الناس جالهم طاعون والمرض ده مسك البلد كلها. بيروح صابر مع فخري لعم عبود، بيكون حلم بصابر اول واحد وقال انه هيلحق البلد من الطاعون، واول ما حط ايده على عم عبود اتخض صابر وشاف حد بيخنق عم عبود، وبيفضل يذكر صابر الله ويشوف عبود واللي جراله قبل كده. بيجري صابر وبيطلع من بيته، بيلاقي في وشه الدكتورة بنت إبليس وتقول له انت جاي ليه وجاي منين، انا سمعت عنك. ويقول لها انا صابر المداح. تقول له انا عارفة انك ميت. قال لها وانا هو واقف قدامك. ضحكت عليه وقالت له انا حلمت بيك، حلمت انك جاي تلحقني او تنقذني من الموت، عشان كده مستغربه وجودك هنا. وهنا صابر بيشوف حمزه اللي حرق الفرح ماشي في الصحراء وبيدخل كهف غريب، بياخد العربيه ويروح له، وبنتفاجئ اول ما بيوصل صابر المداح انه معاه الدكتوره بنت ابليس، وبيكون كمان معاه فخري، وبيقول له اصل الناس اتقطعت عن هنا من وقت حكايه امينه. قال له الناس لازم تخاف بعد اللي حصل. بتسال بنت ابليس مين امينه وايه اللي حصل، وبيمنعونه يخش الكهف. صابر بيفتكر اللي حصل لامينه
ولكن بيدخل الكهف بيلاقي حمزة قاعد ومولع نار بينادي عليه، وأول ما بيحط إيده عليه يطلع إبليس نفسه. بيتخض صابر، يظهر كل بنات إبليس ومعاهم أكتر من شخص وكلهم بيظهروا مرة واحدة. كمان لصابر إن بنت إبليس بتخرج أكتر من جن من كذا بوابة، آخرهم واحد شبه المسيح الدجال. صابر يفوق حمزة وحاول له: أنا مش عارف أنا بعمل إيه ولا حاسس، أنا حرقت حبيبتي بإيدي. وبخلص الحلقة التانية، استنونا بكرة في نفس الميعاد من صابر المداح.